السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعضينا أكلة من أكلات التوفير، أكلة ب8 كيلو لحمة مفرومة بس. أكلة هتكلفنا 50 جنيه مش أكتر من كده، وهتكفي أسرة كاملة. طبعا لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتحطي لايك وكومنت حلو ودعوة حلوة، ربنا يكبر بخاطرك. وبرضه مش هننسي اخواتنا في فلسطين وغزة، ندعي لهم لربنا يثبتهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضهم، اللهم امين. خلاص. فانا هنا بقى يا جماعة معايا بصلتين، همسك بصلايه واحده بس هخرطها والتانية مش هخرطها. عايزه اقول لكم ان الاكله ديت انا يعني كان نفسي فيها بقالي كتير، بنتي بسببها بتخليني ما بعملهاش. وعايزه اقول لكم انا عملتها الاكله دي النهارده، بنتي كلتها وهي بصوا، كانت الاكله دي النهارده البطل بتاع اليوم بتاعنا. انا عملت لها حاجه تانية جنب الاكل عشان خاطر هي مش بتحبها، قلت حاجه انا بحبها ونفسي فيها هعملها واعمل لها هي حاجه تانية بديله. سبحان الله، عايزه اقول لكم سابت اللي عملته لها وكلت من الاكله دي. الاكله دي جامده قوي، طعمها حلو جدا ومفيده قوي. ماشي. فانا هنا همسك البصلايه بتاعتي كده هخرطها كويس ومش هخرط التانية، ومطلعه كيس صلصه. يعتبر احنا قلنا مع بعضينا يا جماعه احنا هنعمل طبخه في الاسبوع واكله سمك، أكلة سمك وأكلة من أكلات التوفير وبواقي التلاجة، وهنعمل كبدة ومكرونة، هنعمل أكلات شماء مع بعض. فاحنا مظبطين الأسبوع بتاعنا خلاص. أنا هنا خرطت البصلاية بتاعتي، هنزل بمعلقة سمنة وحبة زيت. طبعا يا جماعة السمنة دي أنا بعملها في البيت، السمنة المخلوطة عاملاها على القناة، وعاملة السمنة البلدي الفلاحي في البيت بمكون من قلب البيت، مش ما اشتريتش أي حاجة من بره. ودي برضو السمنة المخلوطة. ففي الفيديوهين دولت موجودين على القناة، اللي عايز يعرف السر والطريقة يدخل على القناة. طبعا والعلب دي موجودة عندي أنا بحفظ فيها السمنة، يعني السمنة دي أنا بعملها في البيت خلاص. هنزل بقى بالبصلاية بتاعتي، أول ما هتصفر وتدبل هنزل عليها بتمن كيلو المفروم بس مش أكتر من كده. عايزة أقول لكم تمن المفروم ده هيلعب يعني لعب كتير جدا النهارده في الأكلة بتاعتنا، هيخلي طعمها مميز، هيخلي طعمها حلو جدا. هيخلّيها بدل ما هي أكلة بدون لحوم أو بدون أي حاجة، هيخلّيها أكلة عالية جدًا، خلاص؟ هاقلّب بقى المفروم مع البصلة بتاعتي، وهانزل بقى عليه بالتوابل بتاعتي، فلفل أسمر، حبّة ملح، حبّة جنزبيل، حبّة سِنّة قرفة، لو عندِك بهارات لحمة، حاجات بسيطة ما تكتّريش عشان لو كتّرتِ بهاراتِك هتغطّي على طعم اللحمة. أنا مش باحب أحُط في العصاج بتاعي أي حاجة تانية عشان ما أغيّرش طعمه. زي ما أنتم شايفين كده، هنقلب بقى العصاج بتاعنا تقلبتين وهاطفي عليه النار. العصاج طبيعي ما بياخدش وقت على النار. تمام. هنا كان العصاج بتاعنا خلص. جبت بقى الصينية اللي هعمل فيها الأكلة بتاعتنا، هنزل برضو بمعلقتين من السمنة بتوعنا وحبة زيت صغيرين. ماشي. والبصلاية التانية اللي احنا ما خرطناش هنخرطها دلوقتي، هنزل بيها بقى في السمنة بتاعتنا دي، وأول ما تدبل هنزل عليها معلقة من الثوم. هاقلّب بقى البصل مع التوم دوّة لحد الاتنين ما ياخدوا اللون الأصفر. ما باحبش أعمل أي أكل عندي والتوم بتاعي يبقى أبيض كده بيدّي طعم غريب، لكن لمّا بيبقى لونه أصفر بيدّي طعم هايل. خلاص بُصّوا الاتنين خدوا لون أصفر، مش شرط يعني إن أنا أغمّقه أوي. بُصّوا بقى الكيس دوّة كوسة أنا مفرّزاها، نُص كيلو كوسة، بافرّزها بتقعد عندي سَنة كاملة. هانزل لكم بالفيديو بتاع تفريز الكوسة هيعجبكم جدًا. بانتهز فرصة الكوسة لمّا تبقى رخيصة، أروح أجيب 3، 4 كيلو، 5 كيلو، حسب الكمية اللي باجيبها وباعملها. والله العظيم هتعمليها أكنِّك لسه جايباها وعاملاها فريش. ماشي. هانزل بقى عليها بطماطم كمية الطماطم المطلوبة، وأحط بقى حبة فلفل أسمر، حبة ملح، حبة كزبرة ناشفة، وهاقلبهم واسيبها تغلي غلوتين، أحس إن الكوسة دخلت في السِوَى. لسه اوعوا تمشوا، أنا هاحط عليها مكون هيخلّي طعمها هايل. أنا ما باعرفش آكل الكوسة إلا بالمكون اللي أنا هاحطه عليها دلوقتي. وهاقطّع بقى دلوقتي قرن فلفل كده حامي أخلّيه طعمها spicy، ونسيبها بقى على النار كده بقى تغلي غلوتين كده وتاخد وتدّي مع بعض بشكل وِدّي. خلاص.
هاجيب حلة تانية احط فيها حبة زيت عشان اعمل لبنتي الاكلة اللي هي ايه هتاكلها بدل صينية الكوسة ديت. هاخد فيها حبة طماطم صغيرين يتسبكوا، واحط حبة ملح وفلفل اسمر، واسيبها برضو تتسبك. تمام. هنا بقى كانت الكوسة بتاعتنا استوت والطماطم اتسبكت. هحط عليها بقى حبة مية، وحاطة بهاراتي وتوابلي كاملة. هنزل عليها بتمن المفروم، بجد هيوديها لحتة تانية خالص. انا ما بحبش اكل الكوسة غير كده. الاكلة دي تحفة. عايزة اقول لكم الوجبة دي هتكفي اسرة كاملة. خلاص هايلة، وطعمها ملهوش حل. خلاص طبعا انا بقى هخليها تغلي غلوة، وهدخلها الفرن كده ايه دوبك تاخد وش، تتحمر من فوق الوش بس. هتشوفوا شكلها دلوقتي هايل وتحفة، وريحتها خطيرة. خلاص طبعا انا ولادي بيحبوا ياكلوا جنب اي خضار رز. انا بقى هاكل الاكله دي بالعيش، بعشقها بالعيش. تمام. هنزل بقى هنا بكوبايه شعريه، هقلبها اخليها تاخد ايه اللون الذهبي، وانزل بمقدار الميه بتاعي. انا هعمل نص كيلو رز بس. خلاص بصوا خدت لون تمام اهو. هنزل بايه بمجين الميه بتوعي، والشعريه احط ايه مقدار بسيط منها. طبعا المج بتاعي ده ربع كيلو انا اصلا. احط بقى حبه ملح، واغسل الرز بتاعي واسقطه، واسيبه بقى ايه يتسبك. مش شرط تعملي اكلتك بكيلو لحمه، بنص لحمه مفروم، بكيلو مفروم. ممكن باقل كميه تعملي وجبه حلوه جدا. هت هتدي لولادك سعرات كويسه، وهتحبيها، وهتبقى اكله طعمها مميز. وايه برضو ايه الايام اللي احنا فيها دي على قد ما نقدر عايزين نوفر. اديكم شايفين الدنيا غاليه جدا، وال... وداخلين على واحنا في امتحانات حاليا، ورق بقى ومذكرات ودروس ومصاريف. فبنحاول على قد ما نقدر نقتصد ونظبط الميزانية. خلاص طبعا انا قليت فلفل، وجايبه هنا اهوت بصوا الطماطم اللي اتسبكت حطيت عليها. كان عندي كيس شوربه صغير في الفريزر، طلعته حطيته. وهنزل عليها ايه بالملوخيه. هعمل لبنتي ملوخيه جنب الرز، عشان هي مش بتحب الكوسه باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم سابت الملوخيه وكلت الكوسه عجبتها جدا. قالت لي يا ماما انا اول مره اكلها تكون بالطعمه دي، لان انا بقالي كتير جدا مش عاملاها بسببها. فلما عملتها بصراحه هي حبتها قوي. حطيت الملوخيه بتاعتي وقلبتها، وايه هعمل لها التقليه الهايله اللي ريحتها بتقلب الدنيا. وطبعا حطينا الصاجه للرز بتاعنا. اول بقى ما الثوم بقى هياخد اللون الاصفر. طبعا الملوخيه لما بتسقطيها بتوطي عليها النار، لازم ايه اول ما تقوم من الجناب بتطفيها، وايدك بقى فيها كده وانت بتقلبيها، ما تخليهاش تغلي، تقوم بس كده من الجناب عشان تستوي، ما تبقاش ايه نيه. تمام. هنا بصوا ادي التومه خدت اللون الجميل بتاعنا. ننزل بقى بالملوخيه بقى، الله على الريحه شمين جامده. خلاص كده بقى انا خلصت الاكل بتاعي، وهنغرف واوريكم جمال وشكل صينيه الكوسه بتاعتنا. بصوا ادي الملوخيه وادي الرز، وصينيه الكوسه بقى حطيتها في الطاجن ده، وحطيتها خدت وش في الفرن، والليمون بتاعنا. بصوا الاكل هايل. طبعا بقى لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليها بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهقول لك الاشتراك والكومنت بتاعك بيرفع من شأن القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.